إلى يوم غضب شعبي داخل الأحياء الشعبية. هيبقى يوم 17 مايو غير كل المليونيات. تجمع مصطفى محمود يوم 17 مايو سيتجه إلى بولاق الدكرور. سننزل إلى الأحياء الشعبية هناك قوى الثورة. تجمع مسجد الاستقامة سيتجه إلى الجيزة الشعبية والعمرانية. تجمع الكتكات سينتقل إلى امبابة. هم دول ناسنا، وبنقول لكل الطغاة ثورتنا هيصنعها الشعب. ثورتنا هيصنعها ولاد الشعب. يميت ندامة على أمة ثورتها يعملها جيشها. ثورتنا هيصنعها الشعب، هيصنعها اخوات شيكا واخوات الحسيني واخوات كل الابطال. احنا هنتوحد وباذن الله هنخلق قياده موحده للثوره، وباذن الله هننتصر والنصر قريب. واقول لكم باذن الله وفي هذا الصيف سوف تزاح الغمه من على صدر البلد. لن ننتظر سنزيحهم، وستكون ثورتنا ثورة شعبية ظافرة، وإنها لثورة حتى النصر. انت ايه رايك يا كمال النهارده في فن الميدان والرساله اللي هو بقى يوصلها للجمهور؟ رساله فن الميدان النهارده اجمل رساله، لانه بيوصل رساله اوليه الى اخواننا المسيحيين، اخواتنا ابناء وطننا. بيقول لهم كل سنه وانتم طيبين في عيد القيامه. وكل سنه النهارده من الثوار المسيحيين ليها معنى كبير وليها معنى اصيل، وهو ان احنا ايد واحده، وان هم بنعتذر لهم عن التجريح والتصريحات البذيئه التي صدرت من احد قيادات جماعه الاخوان المسلمين، واللي بيقول فيها ان تهنئه الاقباط المصريين حرام. لا، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وباذن الله محدش هيقدر يجرح شعوركم السنه الجايه، لان هنكون ازحنا هذه التهمه. فن ميدان بيقدم لعمال مصر النهارده في يوم حوالي 5 مايو او 4 مايو مش متذكر التاريخ، بيقدم تهنئه لعمال مصر الشقيانين اللي بينتجوا واللي بيعرقوا واللي ما حققلهمش اي مطلب من مطالبهم في العداله الاجتماعيه. فن ميدان بيقدم النهارده وبيحيي ذكرى فنان عظيم هو الشيخ سيد مكاوي، اللي امتعنا هناك فنه الجميل. يعني انا دايما بسمع شريط بتاع علي الحجار اللي هو الحان سيد مكاوي، ودايما هذا الشريط مرافقني. وبالتالي اذا كان في رساله بيقدمها الفن الميداني النهارده في عيد العمال للمسيحيين سيد مكاوي، فدي رساله جميله. وعلى ما انا متابع الفن ميدان فهو كل شهر السبت الاول من كل شهر بيركزوا على قضيه محدده. حضرتك النهارده دعيت للنزول يوم 17، ممكن حضرتك تكلمنا فكره النزول يوم 17؟ يوم 17 بنجهز له بالاتفاق مع كل قوى الثوره وشباب الثوره كالاتي: هو هيبقى يوم غضب في الاحياء الشعبيه، بمعنى ان احنا نتبع تكتيك مخالف للمليونيات بتاع قبل كده، بمعنى ان اماكن التجمعات مش هتتجه لميدان التحرير، هي هتتجه للاحياء الشعبيه حوالين قضيه العداله الاجتماعيه، وهيبقى في مطالب محدده هنوصلها للناس، يعني ضد الغلاء مع تطبيق الحد الادنى للاجور، ضد بيع الشركات، كل المطالب الاجتماعيه. يعني تجمع مثلا بتاع مصطفى محمود على سبيل المثال هيتجه الى حي بولاق
الدكرور، تجمع الجيزة يتجه إلى العمرانية وكذا. ممكن اخد من حضرتك تعليقا على رجوع زوار الفجر طبعاً والاعتقالات العشوائيه أيوه. الإنسان الضعيف هو اللي بيلجأ للاعتقالات. أحمد دومة وحسن مصطفى، كل الشباب الصغير اللي يمكن مش حافظ اسمه وبعتذر لهم لان هم دول اللي بيدفعوا الثمن الاساسي هيخرجوا. ده ارهاب ياما شفناه في ايام نظام مبارك وياما صمدنا قصاده. وده بيدل على نمره واحد، اول دلاله ان الاخوان المسلمين سارقين الثوره وحراميه الثوره، لان مش معقول حد من الثوره يعتقل ابناء الثوره ويلفق لهم القضايا. حسن مصطفى اللي ملفق له القضيه ضابط وجايب الشاهد بتاعه تاجر مخدرات، وكيل النيابه بيحقق بيحقق معاه، فده تلفيق. اللي بيحقق مع احمد دومه واحد عضو قيادي في جماعه الاخوان المسلمين، وكيل النيابه، وصوره منشوره على الفيسبوك. كل شباب الثوره يخرجوا باذن الله مرفوعين الراس. مش معقول شباب الثوره زي زيزو وعبده وزملائه ترموا في سجن العقرب، سجن حراسه مشدده. خرجوا، هيخرج حسن مصطفى وكل الشباب الصغير هيخرجوا زي ما خرج زيزو، بل مستعدين يقدموا انفسهم زي ما جيكا قدم نفسه، وزي ما محمد كريستي قدم نفسه، وزي ما محمد الجندي قدم نفسه. هذا الاسلوب اسلوب غاشم واسلوب ضحل، ويخرج كل شباب الثوره من سجنهم مرفوعين الراس، وسيرحل مرسي وعصابته. طب ما حضرتك ممكن توجه لي كلمه للرئيس مرسي لو واقف قدام حضرتك دلوقتي، هتقول له ايه؟ قول له انت قاتل للثوار. كلمه للمرشد؟ المرشد سترحل قريبا انت وخيرة الشاطر. كلمه لاعضاء الاخوان المسلمين؟ الاعضاء الصغير، الشباب الصغير. الشباب الصغير بتاع الاخوان المسلمين بقول لهم انتبهوا للي قيادتكم بتجركم اليه. انتوا شباب اتربيتوا على العداء للصهيونيه، الان جماعه الاخوان المسلمين تتحالف مع الصهيونيه. انتوا شباب كنتوا بتهتفوا في مظاهراتكم امريكا يا الشيطان الاعظم. الاخوان تحالفوا مع الاداره الامريكيه. اقول لهم خرجوا خارج الجماعه، ده هو الموقف الصحيح اللي من الممكن تتخذوه، وانضموا لصفوف الثوار تحت شعارات الثوره. احنا مش هنقبل بالاخوان ولا نقبل باستيلاء فصيل محدد على السلطه. ثوره مصر ثوره شعبيه هتغير مصر، وان طاعه العمياء لهذه القياده ده موقف خاطئ، وان هذه القياده مش شوهت الثوره بس، ومش شرعت الثوره، شوهت الاسلام ذاته.